من كام يوم كده جالي ايميل من شركة فاين عشان عايزين يبعتوا لي مايك اعمل عليه مراجعة. المايك اللي معانا ده هو الفاين الاي ام 8، حرفيا لسه ما فتحتوش. بص لسه جاي ما هو من الجمارك، حرفيا زي ما هو لاسقة البريد المصري اهي. المهم ان المكتوب في الايميل، وده اللي بصراحة احب اشكرهم عليه جدا جدا جدا، ان مكتوب في الايميل ان انا اقول رايي في المايك بكل اريحية، ما بقاش متحيز. ده حاجة انا احترمتهم فيها جدا بصراحة. يعني انا في الفيديو ده هقول لك على مميزاته وعيوبه بالظبط عشان تبقى عارف. انا هنقل لك التجربة كانك اشتريت المايك بالظبط. يلا بس اول حاجة بينا كده على انبوكسنج. شيل لي بقى كده لزقة الجمارك، ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وشيل لي كمان البابلز ده. شيل كده البابلز ده على جنب. انا عايز اقول لك حرفيا لحد دلوقتي ما اعرفش المايك لونه ايه. هتقولي يا فكيك من الاسود قدامك اهو. لا اقول لك ده بيبقى على 3 الوان بالظبط. المايك فيه منه ابيض واسود وبينك، بيبقى موجود على 3 الوان عادي جدا. اول حاجه هتقابلنا هو كتاب التعليمات، هنشيله على جنب مش عايزينه دلوقتي. وتاني حاجه عندنا هي قاعده المايك. قاعده المايك على فكره تقيله جدا بس من خامات البلاستيك. شيل بقى الفلين ده كده على جنب، ونلاقي بقى كده اهم حاجه في البوكس هو المايك نفسه. المايك على فكره برده تقيل محمل مع انه بلاستيك، واللي طلع لونه اسود فده حاجه كويسه جدا بصراحه بالنسبه للسيت اب بتاعي. دي مداخل المايك واللي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. شيل بقى المايك على جنب كده ونشوف بقى الوصلات اللي جايه مع المايك ايه هي بالظبط. جايه مع المايك واصله من تايب سي بتخش في المايك نفسه، والناحيه التانيه يو اس بي عشان تخش في الكمبيوتر. لا شيء. من ناحيه اليو اس بي بقى تقدر انت تفكه عشان يبقى تايب سي وتدخله في الموبايل. ده كده بقى الانبوكسنج. تعالى بقى اما نركب المايك كده في القاعده بتاعته ونشوف شكله بقى عامل ازاي بعد ما جهز. لا بقول لك ايه بقى، احنا خلصنا الانبوكسنج. تعالى لي بقى كده دلوقتي. يلا نبدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده اول حاجه هنتكلم عنها وهو تخليف المايك وازاي حرفيا محمي. المايك زي ما احنا شايفين هو جاي اصلا يعني كل حاجه محميه يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. اسمه ايه يعني. لا في التكليف والكلام ده كله لا ممتاز. انا عامه استمتعت بالانبوكسنج بتاعه مع انه بسيط، بس لا يعني حلو الصراحه. يعني عكس مثلا الكيبورد اللي كنا عاملين له مراجعه قبل كده، هو الكيبورد وخلاص السلام عليكم. لا هنا في كذا حاجه وبتاع، الدنيا متغيره شويه. بالنسبه بقى لشكل المايك، الصراحه انا وجهه نظري ان المايك ده تصميمه عالمي، احسن من مايكات كتير جدا. بالنسبه للناس اللي بتحب الجيمز والكلام ده كله والحاجات دي، يعني حتى هيتبسطوا بيه جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للخامات، هو جايب بالكامل من البلاستيك، بس البلاستيك الصراحه يعني جودته حلوه. يعني لا انا مش بطبل ولا اي حاجه، بس لا فعلا جوده البلاستيك حلوه. والقعده بتاعته الصراحه دي بقى اللي هكلمك عليها في الاخر، لان دي الصراحه مضايقاني شويه يعني. ما علينا. بالنسبه بقى للبتاعه اللي انا الصراحه مش عارف اسمها ايه بصراحه، او مش فاكر اسمها ايه، اللي هي ماسكه المايك من ناحيتين، دي جايه بالكامل من المعدن، بس المايك نفسه جاي كله من البلاستيك. المايك جايب سفنجه الويند سكرين، السفنجه اللي بتاعت الصوت عشان تمنع الهواء والكلام ده كله عادي جدا، بس الصراحه خامتها مختلفه تماما عن اي مايك تاني في نفس السعر ده. خامتها لا ممتازه قوي. انا حرفيا انا بحب امسك واقعد العب فيها كده بجد. بالنسبه بقى للمخارج، المايك ده جايب اكس ال ار، وده حاجه انا بعشق اصلا حاجه اسمها اكس ال ار. قبل ما اجيب الميكسر بقى يا رب يعني فايفان ابعتوا لي ميكسر يعني عادي، ما جاتش على ده يعني. انتوا صحابي وبتاع ما علينا. وجاي كمان بمدخل 3.5 مللي عشان لو عايز يسمع صوتك وانت بتسجل، وكمان جايب مدخل تايب سي ليو اس بي، وكمان اليو اس بي ده بيتحول لتايب سي عشان لو عايز تدخله في الموبايل، مش هيحتاج او تي جي ولا الكلام ده، لا هو في منه على طول. بالنسبه بقى للزراير اللي موجوده في المايك هنا، تقريبا احنا عندنا 1 2 3 4 زراير، منهم 2 تاتش. ففي زرار تاتش للميوت وزرار تاتش كمان للار جي بي. الصراحه انا شايف حوار التاتش ده ما كانش ليه لازمه تماما، لو كان زرار كان هيبقى افضل، لان انا عن نفسي بغلط وانا بتحكم في المايك او بحرك المايك سواء في الار جي بي او في المايك، يعني اللي هو سواء بلعب في الار جي بي او بقفله، او سواء بقفل المايك او بفتحه. ننتقل بقى للمرحله الاهم وهي تجربه الصوت على المايك ده. بس قبل تجربه صوت المايك ده، بس استنى اما اقول لك على سبونسر فيديو النهارده. هو ايه ديجيتال ستور؟ ايه ديجيتال ستور ده حرفيا الستور بتاعي انا شخصيا. متخيل يعني انت عايز ضمان ايه اكتر من كده؟ ايه ديجيتال ستور؟ احنا متخصصين في الالعاب الاصليه القانونيه، خد بالك من الكلمه دي، العاب وبرامج بحرفيا باسعار مخفضه جدا 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 جدا. هتلاقيني سايب لك اللينك في البايو. نرجع بقى لايه لتجربه صوت المايك. طيب ده كده الوهله الاولى للمايك وهو متوصل بالكمبيوتر عن طريق اليو اس بي، وخد بالك ان انا عامله على 100% يعني النويز عالي، وخد بالك برضو ان انا مشغل جنبي تكييف شباك. انت عارف يعني ايه تكييف شباك واحنا في الشتاء كمان، فصباح الفل. فللناس اللي ما تعرفش، فتكييف الشباك ده بيبقى صوته عالي جدا 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 عن التكييف السبليت او التكييف العادي. فالمفروض ان المايك ده من نوع دايناميك، فالمفروض ان هو ما يطلعش صوت التكييف تماما. فانا هسكت وهوريك النويز وهو معمول على 100%. تعالوا بقى كده نجرب ان احنا نوطي الصوت شويه. ده كده المايك على 60%، هتلاقي النويز خف كتير طبعا، وهتلاقي صوتي كمان قل كتير.
الصراحه انا شايف ان انا انسب صوت ليا انا كادم هو من 50 ل 70% تقريبا في الحدود دي، ده انسب صوت ليا بجد يعني. وبالنسبه لحوار الديناميك ده انا هشرحه لك بالظبط كمان شويه، هشرح لك ايه الفرق بين الديناميك والكوندنسر بالظبط. ده كده تجربه صوت المايك الاي ام 8 على الكمبيوتر، ده كده صوت المايك وهو طالع من الموبايل. الصراحه على الكمبيوتر افضل بمراحل بمراحل، لو هتعدله هنا هيبقى كويس وكل حاجه، ولكن بصراحه الكمبيوتر يكسب. يعني انا بقول لك اللي هو المايك ده عشان تطلع بيه ستريمات هتطلع بيه من على الكمبيوتر، لكن انت لايفات بقى تيك توك وشحاته والكلام ده لا ما عندناش. لو انت كده مش من الجمهور اللي انت بتشحت عشان نبقى عارفين، بس انت كده بط بلدي دي اللي بقول لك في وشك. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ فتعالوا كده نسكت. المايك برضو عمال على 70%، ان انا شايف ان ده انسب صوت ليا. فتعالوا نسكت ونشوف النويز على 70% عامله ازاي. تعالوا نعلي المايك على 100%. تعالوا، ده كده المايك وهو على 100%. تعالوا بقى ايه نخلي المايك على 50%. ده كده المايك وهو على 50% ومتوصل بالموبايل. فخد بالك ان الصوت بيختلف من موبايل لموبايل، خد بالك الحوار ده مهم جدا، فممكن الصوت عندك يطلع احسن من عندي في الموبايل وهكذا يعني. طيب بص، قبل بس ما انقلك كده عشان هعمل معاك مقارنه جامده جدا جدا جدا، ده عامه صوت الفاي فاين الاي ام 8 وهو متعدي عليه شويه، ولكن في حاجه عايز اوضحها لك. المايك ده جاي من نوع ديناميك. يعني ايه ديناميك؟ يعني جاي من ناحيه واحده بس احاديه. يعني انت عندك هو 1 2 3 4 ودي الخامسه، هو جاي من الناحيه اللي قدامك الدايركت دي. طيب بالنسبه بقى للنوع الثاني اللي هو بيلقط من جميع النواحي هو الكوندنسر، وده منتشر كتير جدا. الكوندنسر بيبقى ليه استخداماته والديناميك برضه بيبقى ليه استخداماته. يعني انت مثلا ستريمر تمام، هتفتح لايف كل مثلا، انا عن نفسي كقاعده ستريمر لايفي مش هيقل مثلا عن 8 ساعات. 8 ساعات، فالمفروض ال 8 ساعات دول المتفرج او المشاهد بتاعي المفروض ان هو يبقى مفيش حاجه عامله له ازعاج، ومفروض ان هو يبقى مبسوط. فالمفروض ان هو برضه ما يبقاش فيه نويز عشان ما يتسببلوش الازعاج، فده ساعتها بقى الديناميك بيكسب. طب وبالنسبه للكوندنسر، الكوندنسر بيلقط من جميع النواحي زي ما قلت لك، ولكن مناسب بقى زي الالات الموسيقيه والكلام ده كله. الفايفاين بيعمل على الالات الموسيقيه بس مش هيبقى افضل زي الكوندنسر. طب لو انت بقى بتسجل بره وفلوجات والكلام ده كله، طبعا استحاله ان انت تاخد مايك ديسكتوب زي ده لا استحاله، مش هتعرف تمسكه اصلا، وكمان هيعمل لك ازعاج لان انت لما بتخبط عليه. يعني بص كده، عامل ازعاج، يعني هو بتكلم اهو عامل ازعاج كبير جدا طول ما انت في الشارع عمال تخبط، فانت مش هينفع معاك تماما. فساعتها بقى هقول لك ان انت تضطر ان انت تلجا للكوندنسر في حاجه بقى ايه وايرلس او حاجه بسلك زي اللي معايا اللي هي هذه. فطبعا ده الفرق بين المايكين عشان نبقى عارفين، ده بيلقط من جميع النواحي، ده بيلقط من ناحيه واحده بس. طيب بص، انا عايز اعمل معاك تجربه دلوقتي. انا معايا مايك كوندنسر ومايك ديناميك اللي هو بتاع الفاي فاين. المايك الكوندنسر متوصل بالموبايل والفاي فاين متوصل بالكمبيوتر. انا عامه هقعد انقل بين المونتاج بين الصوتين، ولكن انا عايز اعمل نويز اكتر. يعني كده المايك الكوندنسر حرفيا هتلاقي صوت التكييف بهبل، انت هتلاقي نفسك قاعد يعني مزعج دلوقتي بجد. دلوقتي بقى انا هعمل معاك تجربه جامده جدا 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 جدا. انا دلوقتي معايا كيبورد بلو سويتش طبعا ده صوته عالي جدا مزعج جدا بكل ما تتخيله، بس ده كيف بالنسبه لي، مالكش دعوه بقى. يعني بقول لك لو انت بتكرهه لا ده كيف. فتعالوا دلوقتي هنجرب ان احنا نلعب عليه والمايكين شغالين، وانقل لك بين الاثنين في المونتاج وتشوف الفرق عامل ازاي. بص انا مش هحرك ايدي حتى، انا هتحرك كده عشان الكيبورد ورا ونقعد نلعب براحتنا. ايه رايك؟ تعالوا بقى نجرب ان احنا نلعب بالكيبورد وانا بتكلم كاني ستريمر بالظبط. طب يا رجاله ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، واهم حاجه بس تقولوا ايه رايكم في المايك تحت في الكومنتات، وما تنسوش برده تاني روابط الشراء هتلاقوها تحت في الوصف. شفت بقى؟ هتلاقي فرق ضخم حرفيا ده بجد. طيب دلوقتي انا عايز اجرب معاك كام اختبار كده. اول حاجه هو حديه المايك اللي هو حرف بقى الاس او السين، شوف بيطلع ازاي. يعني مثلا السلام عليكم ورحمه الله. دلوقتي احنا عندنا مشكله ايوه مشكله مش عارفين هنعمل فيها ايه. طيب في اختبار كده لازم اجربه معاك، وهو اختبار البوليسيفز ده مهم جدا. لو انت تنطق بقى حرف بي شوف كده ايه اللي يعني شوف كده حديه المايك عامله ازاي او صوت المايك عامل ازاي. بي 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 بي. صراحة أنا شايف إن صوت يعني يعتبر حلو جدا في الاس والحداية والكلام ده كله، لا ده ممتاز، ده مفيش أصلا، فده جامد. بالنسبة للمميزات وعيوبه، آخر حاجة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة. المميزات بالنسبة لي في المايك ده هو سعره اللي حرفيا مقارنة بإن المايك بيتقارن بمايكات أعلى منه في فئة، مثلا بنتكلم مثلا في فئة 15000 مثلا، اللي هو صباح الفل، اللي هو مايك ب 3200 جنيه و 3500 جنيه، يعني حرفيا ممكن يتقارن بيهم عادي. أنا مش بهزر، بتكلم بجد. وتاني حاجة الصراحة بالنسبة لي هي الخامات بتاعته الصراحة بريميوم جدا جدا
جدا جدا. يعني انا استغربت الناس اللي بتقول لك ده الخامات مش قد كده وبتاع، لا الخامات حلوه، انا بقول لك خامات حلوه ومالكش دعوه. بالنسبه للتصميم بالنسبه لي ده تختلف بقى من حد لحد، بس انا بالنسبه لي التصميم ممتاز جدا جدا جدا. انا هحب تصميم اكتر الكيس 688 ده، تصميمه احلى بالنسبه لي بصراحه، بس تصميمه ياخد مثلا رينج 7 من 10. اخر ميزه معانا هو انه من نوع دايناميك، ده الصراحه ده جامد جدا يعني عشان نبقى عارفين. نخش بقى على العيوب، ودي بالنسبه لي ممكن تختلف بقى من حد لحد عشان نبقى عارفين. صوته في الموبايل زي ما انت شايف كده ده ممكن تختلف عندك انت، بس صوته عندي انا مش قد كده، عكس الكمبيوتر حرفيا صوته تحفه ما شاء الله، تحفه التحفه في الكمبيوتر لا مؤاخذه. مشكله بقى مكان زرار الميوت، مشكلته مزعجه. يعني انا مثلا وانا بحرك المايك لاني عملت كده المفروض ان هو رجع صح، رجع رجع، ولازم اعمل كده عشان اعرف انا عملت ميوت ولا ما عملتش ميوت. ده حوار رخم جدا. تاني حاجه بقى هو البكرات بتاعه الاصوات دي مكانها مستفز موت. ليه اعمل كده عشان اعرف اشوف، يعني اللي هو ليه اوطي، ده مكانها مستفز. بس الفكره ان الديناميك فعلا ملهاش مكان غير كده، ولكن مش عارف اقول لك فيها ايه الصراحه. ده مش عايز يشيل ايده خلاص، كفايه نكش، اهدى كفايه كده، عمال تنكش خلاص شيل ايدك. بالنسبه بقى لاخر حاجه او اخر عيب، وممكن بالنسبه لك ميبقاش عيب، المايك جايب قاعده صغيره موت. يعني انا عايز اقول لك اقسم لك بالله حاطط لك المايك ده عشان يظهر كده او اعرف ابين له صوتي كده، حاططهولك على حرفيا كتب، حاططهولك بجد كتب بجد والله ما بهزر. فده حاجه ان انت هتحتاج تجيب بوم ارم. في نسخه ثانيه اللي هي الاي ام 8 تي، ولكن دي سعرها اغلى شويه، فلا ملهاش لازمه. انت ممكن تجيب لك بوم ارم ب 150 جنيه ولا 200 جنيه من هنا، هيمشي معاك الدنيا جدا. رايي في المايك بقى بصراحه، وهو الصراحه لا يستحق الشراء بجداره، مفيش اصلا مقارن ليه في نفس الفئه عشان نبقى عارفين. فانا شايفه ان هو يستاهل الشراء في 2026، وباكد عليك تاني هتلاقي روابط الشراء تحت في الوصف. بس كده يا رجاله. طيب بص قبل ما تمشي، بس انا اكتشفت حاجه غريبه جدا في المايك هنا. دلوقتي لما تيجي تحطه على اليو اس بي 2 بتلاقي صوت مختلف عن اليو اس بي 3 اللي موجوده في الكيسه. بمعنى اصح ان اليو اس بي 3 صوتها انقى واوضح من اليو اس بي 2 بكتير. عامه ايه السبب؟ الصراحه انا مستغرب الحوار ده. المهم بس عايزك تستنى الفيديو الجاي عشان يبقى طرش الطرش. وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك يا عم.